أمي فتحت النور عليا فجأة في نص الليل وصحيت على صوتها بتقول: عمتك لسه مكلمانا وبتعيط بحرقة، لازم تفهمينا إيه اللي بتنشريه ده قبل ما ودك يتجنن. كان بابا واقف وراها وماسك تليفوني اللي المفروض كان على الشاحن. دخل بابا وقعد على طرف المكتب بتاعي ولف الشاشة ناحيتي. كان حساب انستجرام عمري ما شفته في حياتي. الحساب كان بيكلم بنت عمتي ليان، بيبعت لها رسايل بقاله 3 أسابيع، صور ليها لما كانت سمينة وتعليقات على شكل حبوب وشها، ورسالة من يومين بالظبط بتقولها: يا ريت تختفي خالص. ليان عندها 15 سنة، ومن يوم ما والدها توفى وهي رايحة جاية على دكاترة نفسيين. قلت فوراً وبدون تفكير: الأكاونت ده مش ليا. بابا رد بصوت هادي يرعب: بس مفتوح على تليفونك انتي. مسكت التليفون وأنا مش مصدقة. لقيت الأكاونت محطوط في القايمة جنب الأكاونت الحقيقي بتاعي، وكل رسالة قذرة مبعوثة بالليل في الوقت اللي بكون فيه لوحدي في أوضتي. في حد تاني هو اللي عمل كده. أمي وشها اتغير من الصدمة وقالت: عمتك لقت ليان بتعيط بالليل، بقالها أسابيع بتستقبل الرسايل دي وساكتة وما قالتش لحد. أنا بحب ليان جدًا، دي كانت بتقضّي تقريبًا كل الصيف عندنا في البيت. على نهاية الأسبوع الموضوع بقى أسوأ بكتير. بابا فتش في اللابتوب بتاعي ولقى فولدر فيه صور قديمة لليان، صور مش حلوة، وهي نفس الصور اللي الأكاونت كان بينشرها. أمي ما كانتش قادرة تبُص في وشي أساسًا، وأختي الصغيرة مايا اللي عندها 12 سنة كانت مع أمي طول الأسبوع. ولمّا طلبت منها تقول لهم إني عمرها ما أعمل كده، بصّت للأرض، وأمي سحبتها بعيد عني وكأني خطر عليهم. عمتي قطعت علاقتها ببيتنا تمامًا، وليان عملت لي بلوك. يوم الأربعاء سمعت بابا في التليفون بيكلم مدرسة داخلية وبيقول: إحنا مش قادرين نأمن وجودها معانا في البيت خلاص. يوم الجمعة بعد الظهر الموضوع وصل للشرطة. خلاص، عمتي عايزة اللي عمل كده يتحاسب. قعدنا كلنا في أوضة الاجتماعات، بابا وأمي في ناحية، وعمتي وليان في الناحية التانية، ومايا جنب أمي، وأنا قاعدة لوحدي في آخر الترابيزة زي المتهمة. كان في ضابط ومعاه واحدة من الجرائم الإلكترونية اسمها إسراء. طلبت تشوف تليفوني، وبعدين سألت عن الإيميل المربوط بالأكاونت، وعملت حاجة محدش فكر يعملها طول ال3 أسابيع اللي حياتي اتدمرت فيهم. فتحت سجل تسجيل الدخول بتاع الأكاونت. الأوضة كلها كانت ساكتة تماماً وهي بتقلب في البيانات. فجأة وقفت وقالت بالراحة: الأكاونت ده اتفتح من جهازين، التليفون ده وتابلت تاني على نفس الشبكة بتاعت البيت. تقريباً كل تسجيلات الدخول كانت من التابلت، أما التليفون فبدأ يدخل من 4 أيام بس. قلت وصوتي بيلعثم وبيترعش: بس أنا ما عنديش تابلت. دورت وشي وبصيت لمايا، وكل اللي في الأوضة بصلها في نفس اللحظة. مايا تجمدت مكانها ودموعها بدأت تنزل، وما كانتش دموع الخوف اللي بتعيطها طول الأسبوع، كانت دموع حد اتمسك. مايا انهارت في العياط، شهقات ودموع نازلة ورا بعضها، وكل المستخبى طلع مرة واحدة. عارفين إيه السبب الفعلي اللي خلى حياتي تتدمر؟ الشهر اللي فات أنا قلت لبابا إن مايا بتسرق منه فلوس، ومايا تعبت وحرموها من التليفون لمدة أسبوعين. ما حدش اتحرك من مكانه لفترة طويلة، لكن قام بابا من مكانه ولف حوالين الترابيزة وحضني. وفي طريقنا للبيت وفي العربية بابا اتكلم أخيراً وقال بصوت واطي: المدرسة اللي كلمناها دي اتضح إننا كنا بنجهز البنت الغلط.